السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب لدعمنا، وشكرا لكم على المتابعة. هل يتجه المغرب لاقتناء مقاتلات F-35 الأمريكية؟ في الآونة الأخيرة تناقلت وسائل إعلامية تقارير تشير إلى احتمال سعي المملكة المغربية للحصول على طائرات F-35 التي تعد من أكثر المقاتلات الشبحية تطوراً في العالم. ورغم غياب أي تأكيد رسمي بخصوص هذه الصفقة، يرى مراقبون وخبراء عسكريون أن إقدام المغرب على هذه الخطوة يواجه صعوبات عدة، أبرزها الكلفة الباهظة للطائرة ووجود خيارات أخرى أكثر اقتصادية وتناسباً مع متطلبات الدفاع الوطني. تتميز بتكنولوجيا متقدمة تجعلها واحدة من أفضل المقاتلات عالمياً، ومن بين خصائصها الفريدة السرعة الهائلة، تصل سرعتها القصوى إلى 1900 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها قدرة فائقة على المناورة. تقنية التخفي، تعتمد الطائرة على تصميم خاص ومواد طلاء متطورة تجعلها شبه غير قابلة للرصد عبر الرادارات التقليدية. تعدد المهام، تم تصميمها لأداء مهام هجومية ودفاعية واستخباراتية، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات في أي ساحة معركة. أنظمة إلكترونية ذكية، تتضمن الطائرة أنظمة استشعار فائقة الدقة ورادارات حديثة، مما يمنحها قدرة استثنائية على تحليل البيانات في الزمن الحقيقي. مرونة تسليحية، يمكنها حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الموجهة بدقة عالية للتعامل مع الأهداف المختلفة. بدلاً من ذلك، يعتمد المغرب على تحديث أسطوله الحالي من طائرات F-16 التي أثبتت فعاليتها في العديد من المهام العسكرية، وتتم عمليات التحديث بالتعاون مع شركاء دوليين في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مصادر تسليحها وتعزيز منظومتها الدفاعية. في حال قرر المغرب الحصول على مقاتلات، فإن ذلك سيشكل تحولاً كبيراً في قدراته العسكرية، ويمنحه تفوقاً استراتيجياً في منطقة شمال إفريقيا. امتلاك هذه الطائرات سيضع المغرب في مصاف القوى العسكرية الكبرى في القارة، ويعزز مكانته كقوة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة. رغم الفوائد الكبيرة المرتبطة بمقاتلات F-35، يبقى اتخاذ قرار الشراء مرهونا بحسابات دقيقة تشمل التكلفة والجدوى العملياتية. التركيز الحالي للمغرب يبدو منصبا على تطوير ما يملكه من قدرات عسكرية بتكلفة أقل، مع الاستمرار في الاستفادة من شراكاته الدفاعية المتنوعة لضمان تعزيز أمنه واستقراره. في ختام هذا الفيديو، لا تنسوا ترك تعليقاتكم وآرائكم أسفل الفيديو، والاشتراك في القناة لدعمنا، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.